طريق الاهلي في مونديال الانديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص يا جماعه، تعرف كده طريق الاهلي في كاس العالم للانديه 2023 المقامه في المغرب من 1 فبراير ل 12 فبراير. اول مباراه للاهلي ان شاء الله هتبقى من 1 فبراير مع اوكلاند سيتي النيوزيلندي. والمره دي يا جماعه الاهلي هيلعب مباراه بدري عن كل بطوله. يعني الاهلي في كاس العالم للانديه اللي شارك فيها السنه اللي فاتت واللي قبلها وقبل كده على طول كان بيلعب مباراه واحده في دور الثمانيه يفوز فيها يلعب قبل النهائي على طول. المره دي بحكم ان الاهلي رايح تاني قاره وكده فهيلعب مباراه زياده، يعني هيبدا مع اوكلاند، وبعد لو عدى اوكلاند سيتي ان شاء الله هيلاعب سياتل ساوندرز الامريكي، فريق الامريكي اسمه سياتل ساوندرز. تقريبا ده اول مره يلعب في كاس العالم للانديه، اول مره يعني اقرا الاسم ده. في حاله عدينا يوم 4 فبراير عدينا الفريق الامريكي هنلاعب ريال مدريد ان شاء الله في الدور قبل النهائي. ودي بالنسبه لي هتبقى في حد ذاتها بطوله، ان انت تلاعب فريق ريال مدريد الاسباني في الدور قبل النهائي من كاس العالم للانديه. في حد ذاتها بطوله بقى، فزنا خسرنا انت كفايه انت هتقابل ريال مدريد في بطوله رسميه، مش بتلعب في ماتش ودي. فان شاء الله الاهلي بس يوصل لريال مدريد، مش مطلوب منه، انا شايف مش مطلوب منه اكتر من كده، ان هو يعدي يوم 1/2 تعدي اوكلاند سيتي ان شاء الله. عندك هيبقى ماتش يوم 4/2 في دور الثمانيه مع السياتل ساوندرز الامريكي، عديت وتلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي. مش مطلوب منك اكتر من كده، ان الاهلي بس يوصل لريال مدريد. تخسر بقى، ما ده الطبيعي يا جماعه، طبعا الاهلي يكسب ريال مدريد مثلا، كل واحد لازم تبقى عارف امكانياتك وانت وظروفها يا ماتش. مش هقول لك مستحيل، بس يعني كفايه ان انت توصل ريال مدريد. انا شايف ده اللي مطلوب من الاهلي، ان هو يعدي اول مباراتين اوكلاند سيتي يوم 1 فبراير ان شاء الله، والمباراه الثانيه سياتل ساوندرز الامريكي، انه يعدي المباراتين دول. على الطريق الثاني هيبقى فيه ماتش وداد والهلال في دور الثمانيه، هتبدايتهم مع بعض. الوداد صاحب الملعب في بطوله في المغرب طبعا، هيلاعب الهلال السعودي. الفائز منهم هيلاعب فلامينجو البرازيلي. يعني ده طريق دول الثلاث انديه، دول منهم نادي هيوصل للنهائي، وداد هلال فلامينجو. اللي هي جنب الثاني في الاهلي واوكلاند النيوزيلندي، الفائز منهم هيلاعب سياتل ساوندرز الامريكي، الفائز منهم يلاعب ريال مدريد. ده طريق تاني. يعني طريق الاهلي انا شايفه ان شاء الله يعني يوصل للريال ان شاء الله، يعدي اوكلاند ويعدي الفريق الامريكي ده. شايفها على طريق مش مستحيل يعني. وده زي ما احنا عارفين يا جماعه ثالث مره على التوالي للاهلي هيوصل يلعب كاس العالم للانديه. وشايفين نادي من 2002 بيدور على بطوله افريقيا لسه ما خدهاش من 2002، ولسه سامعين الفتره الاخيره قاعد يعاير الاهلي وبيتريقوا على الاهلي. يعني شوف، تخيل فريق من 2002 بيدور على بطوله افريقيا وده نفسه يلعب في كاس العالم للانديه، بيتريق على فريق السنه دي هيلعب الثالث سنه على التوالي في كاس العالم للانديه. يعني حاجات غريبه والله الواحد بيسمعها في الاعلام المصري. ما علينا. فان شاء الله نتمنى للاهلي التوفيق في البطوله دي وطبعا شايفين كلنا الضغوطات على الاهلي الفتره الاخيره بسبب النتائج السلبيه. ما بعرفش يعني تقريبا الاهلي ما بيفوزش ماتشين ثلاثه ورا بعض. وده يا جماعه الناس ما بتقول اللعيبه وشخصيات اللعيبه، والله انا شايف هي في اكتر تاني، شايف في اكتر مدرب ان مارسيل كولر يحاول يتطور شويه. انت تحاول يعني في لاعب شايفه مش موفق في مركز، انت شوف له انت مركز تاني. يعني حسين الشحات ماتش كان زي بتاع المصري امبارح، كان في ايده ان يستفيد منه كظهير ايمن. لما الماتش اتقفل رجع وزوده خليه جهه هجوميه. رجع قفشه زي ما قلت قبل كده 20,000 مره لعب قفشه 8. زود الحلول، ما تعمل ما تبقاش حلولك، ما فيش حلول عندك كده بتلعب هي نفس اللعيبه بتشيل مركز، نازل لاعب في نفس المركز. انت كده يعني ممكن كولر يغيب مباراه مثلا يسافر واللي موجود مكانه يسد عادي. معروف انت هتلعب 4 2 3 1، لاعب في الدقيقه 70 مثلا هطلع لاعب ونزل لاعب في نفس المركز. ايه يعني مفيش ابتكار كولر بيعمله. فانا شايف والله المسؤول اكتر الفتره الاخيره في النتائج دي اكتر منها لعيبه، احنا جينا على اللعيبه جامد. هو كولر يشيل اكتر. لو واحد زي عمرو السولية، هو انت شايفه حكم السن وكلنا عمرو السولية يا جماعه الاهلي بقاله كام سنه. يعني انت كلنا عارفين ان عمرو السولية مش من اللعيبه اللي بتدلع، مش اللعيبه اللي مثلا ممكن تحس ان هو بيخرج عن تركيز. هو نفسه يلعب بيأدي احسن ما عنده في كل مباراه، لكن حكم السن يا جماعه عمرو السولية عنده 33 سنه ولعب كتير الفتره الاخيره مع المنتخب، كان بيلعب كل المباريات اساسي. فهو خلاص تحس ان هو لاعب خلاص مرهق، لاعب مش ما بيعرفش يلعب اكتر من مباراه ورا بعض انت بتلعب كل 3 ايام. فانت كمدير فني انت شايف انت المفروض انت تبدع تغير تلعب مثلا. ما انت عندك حمدي فتحي، ما انت كنت رحت السوليه من اول المباراه زي دي ولعبت حمدي وديانج عادي، ايه اللي هيحصل؟ عندك قفشه لعبته 8. يعني قفشه ده انا شايف تنسى خالص ان هو لاعب مركز 10. قفشه ده تلعبه مركز 8 ما تلعبوش. حسين الشحات ما تلعبه ظهير ايمن، هو كان في المقص ظهير ايمن يا جماعه. يعني في ابتكارات كتير مدرب ممكن يعملها، يعني مش فرض علينا هنا 4 2 3 1 وهتطلع لاعب من المركز ده. مش بطاقي هي مثلا، يعني مش بطاقه مثلا حسين الشحات مكتوب له جناح ايسر، مش مكتوب في احمد عبد القادر جناح ايمن. يعني مش كل واحد مش بطاقي هي طالعين يا اما يلعب في المركز ده ما يلعبش. في مراكز كتير في ابتكارات المدير الفني المفروض يبقى يعملها. امال ده المدير الفني وبيقبض دولارات ازاي يا جماعه؟ يعني مقابل ايه يعني؟ كما انت خلاص انت اتحفظت 4 2 3 1، لاعب مش في مستوى هتنزل لاعب في نفس المركز. يعني الكوره مش كده يا جماعه، الكوره في ان انت تبدع. كنا بنقول زمان يا جماعه ايه؟ جوزيه
جوزيه كان ممكن تلعب بركات مثلا ماتش متقفل، تلاقي بركات راجع باك يمين، ما هو بركات ما هو جناح بقى. لو كولر طبعا مستحيل يعمل حاجه زي دي. جوزيه كان يلعب لك بركات باك يمين، يلعب قدام بعماد متعب واسامه حسني، كنت اوقات تلعب معاهم فلافيو ساعات تنزل بره الرياض، كنت بتلاقي 7 8 مهاجمين، كانت بتجيب نتيجه على طول ايجابيه، يعني انت بتضغط الفريق اللي قدام. لكن ده بيطلع مركز ننزل لاعب في نفس المركز. يعني انا شايف كولر والناس ما تختلف معايا، شايف كولر هو اللي بيشيل 90% من نتائج الاهلي الفتره الاخيره. واكبر دليل يا جماعه، انتوا شوفوا كل لاعب امبارح ايه رايكم في محمد هاني؟ كلكم هتقولوا لا لا مادة ده كويس الفتره الاخيره. علي معلول اداؤه من اللعيبه اللي اداها يعني لو يوم ما بينزل بيبقى 7 7 ونص من 10. عندك في الدفاع متولى انا شايفه والله من نجوم الاهلي الفتره الاخيره. ياسر ابراهيم هو ده مستواه يا جماعه، يعني بيخطئ اخطاء بس ده مستواه مش متدلع. واحنا عارفين ياسر ابراهيم، انا من الناس المقتنعه انه ما ينفعش يلعب اساسي في الاهلي. لكن هو مثلا يعني مثلا لاعب على لاعب تلاقيه بيسيب اللاعب مساحه، المفروض يضغط في اوقات معينه، لا تلاقيه يرجع لورا ويدي اللاعب مساحه انه ياخد حريته بالكوره. فانا شايف هو دي امكانيات لكن مش متدلع. عندك عمرو السولية معروف ان هو بيجيب اخره، بس هو اللياقه يا جماعه حكم السن، لاعب عنده 33 سنه ومركز ده بيتطلب مجهود اكتر من كده، بقى مجهود اكتر من اللي هو بيعمله، فهو في اوقات مش قادر. المفروض ده دور المدير الفني، يا اما تريحه يا اما تلاعب غيره، تلعبه شوط وتغيره. لكن انت اللي بتظلم اللعيبه دي معاك مستر كولر. عندك اليو ديانج في 6، كله متفق انه في الفتره دي متالق جدا، وكل 3/4 المباريات بياخد احسن لاعب. انت لو بصيتوا كل لاعب هتلاقيه من احسن فترات، بس في الاخر نتائج سلبيه. ليه؟ لان اللعبه مش موضوع دلع والله يا جماعه. بس الفرقه دلوقتي يا جماعه كلها بتصرف. انت عندك فيوتشر الاهلي نفسه يجيب عمر كان مش عارف ياخده من فيوتشر، محمد رضا بوبو، الفرقه كلها بقى معاها، وده حاجه حلوه للكوره مش حاجه وحشه على فكره يا جماعه. نعم مش في صالح الاهلي ان نفسه الاهلي يجيب كل اللعيبه، لكن دي حاجه حلوه للكوره. انت بقيت تستنى ماتش الاهلي وفيوتشر، بتستنى ماتش الاهلي وبيراميدز، مستني سموحه مع طارق العشري في قبل نهائي الكاس والماتش الجاي ليك، وانت قاعد مستني تشوف طارق العشري هيعمل ايه قدام الاهلي. لما يبقى فرق كتيرة حلوه ده حاجه في صالحنا يا جماعه، في صالح المشاهد انت تستمتع بالكوره. فطبيعي الاهلي مش انسى زمن ابو تريكه ده، كان الاهلي واخد كل لعيبه مصر، كان ايه لاعب مميز بيلعب في الاهلي. الاهلي لو كان عايز لعيبه من الزمالك كان بياخد. الاهلي مضى جمال حمزه في جيل ابو تريكه، مضى جمال حمزه، مضى شيكابالا، مضى بشير التبع، الحمد لله انه ما جاش. يعني كان بيمضى اي لاعب الاهلي كان بيبقى عايزه كان بيجيبه. لكن دلوقتي الفرق كلها يا جماعه معاها فلوس، بيراميدز بياخد لعيبه من الاهلي، يعني تخيل رمضان الصبح النجم بتاعك بيراميدز خد. فالكوره مش زي زمان الناس تقارن بين الجيل ده وجيل ابو تريكه. لكن الاهلي انا شايف ما زال هو اعلى سكواد في مصر، لكن ما تقارن ما تنتظروش من الاهلي ان هينزل الدور الاول كله يكسب كل المباريات، لازم هتقع ماتشات والعالم كله كده. امبارح يا جماعه واول ريال مدريد وبرشلونه فايزين في السوس ماتشات السوبر بضربات جزاء، يعني الفرق كلها بتتعثر عادي. بس الناس تهدى على اللعيبه، شايف اللعيبه والله بتحاول مش مقصره، بس المدير الفني هو اللي المفروض بره بيوجد حلول للعيبه دي. فانا مستر كولر لازم هو يتطور يا اما والله. وانا رايي يا جماعه عند رايي ده هو تاكيد جونياس اللي هم مشوه من بيراميدز يا جماعه. ده بقول لكم فريق مدربه اكتر من 10 20 مدرب، بيراميدز ما حدش نجح معاهم، يبقى لعيب ازاي من المدرب؟ لكن الاهلي اي مدرب هيجي معاه هينجح، وتاكيد جونياس ده مدرب فاهم كوره. يعني نفسه والله الاهلي يجيبه، حتى الواحد يبقى من جوه يقول لا لا فعلا الواحد كان غلط، واحد زي تاكيد جونياس بيلعب كوره بينزل على اي فريق بيسيطر على الكوره. يعني هو مسيرته يا جماعه في التدريب في مصر مسك منه من تاكيد جونياز ده، مسك وادي دجله. وادي دجله انتم منتظمين المفروض يعني ياخد بطوله مثلا، وكان بيمسك كوره على الاهلي والزمالك في اي مباراه قدام الاهلي والزمالك، لكن الفوز ده الخامه بقى مش مساعداه. بيراميدز بينزل لعبه كلها هجوميه، ده كان بيلعب ببلاتو توريه بس نص دفاع، كان بيلعب مع اسلام عيسى ورمضان صبحي عبد الله السعيد مصطفى فتحي فخري لقاد، هيعمل ايه اكتر من كده؟ هو مدرب فاهم، بس المنظومه اللي مش المنظومه يا جماعه يعني تحكم على المدرب لو في التاني، لو في المدربين اللي قبله حد منهم نجح، لكن ده جابوا معظم مدربين عالميين مفيش مدرب نجح معاهم. العيب من المنظومه مش من المدير الفني. لكن تجد الناس ده لو جه مع الاهلي والله انا متوقع الاهلي ما في فريق هيقف قدامه، لانه مدرب فاهم كوره، مدرب مش معقد. انا بقول لكم كولر بيطلع لاعب بينزل لاعب في نفس مركزه، ما بيزودش حاجه. يعني طلع عمرو السنه راجل مغلوب، عمرو السوليه ولا حمدي فتحي كمل هجوميه، كله هيقول طبعا عمرو السوليه. انت راجل طلعت عمرو السوليه عشان بطلان، وانا معاك انه بطلان، طب ما تنزل لاعب يعمل هجوميه، لا راح تنزل حمدي فتحي، قال لك لازم اللاعب نزل لازم ننزل لاعب هاف ديفندر، ده منزل حمدي فتحي. فهو مدرب انا شايفه ما بيعرفش يتدخل في مباراه نهائي، وهتمنع عند رايي ده طول ما هو كده. لو اتغير انا اول واحد هفرح بكده، ما انا نفسي اشوف الاهلي على طول بيفوز على كل الفرق. لكن انا والله يا جماعه هو الحل مع الاهلي مدرب زي تاكيد جونياس، مدرب تحس ان فيه من ريحه جوارديولا، مدرب فيه من ريحه جوارديولا اعرف ان هو هيبقى مدرب جامد. حابب بقى بنهي معاكم يا جماعه على السريع. طبعا منتخب النهارده هيفتتح مباراته في كاس العالم للانديه، في بطوله العالم لليد، كاس العالم اسف، في بطوله العالم للمنتخبات لكره اليد. هيلعب كرواتيا النهارده الساعه 9:30، وبالمناسبه مباراه مصر كلها هتتذاع على اون سبورت، ده خبر جاي. الكلام ده طبعا للمتابعين كره اليد، مش متابع كره اليد مش لازم يسمعني، لكن انا شايف من عشاق اللعبه دي بامانه يا جماعه.
بيدربنا مدرب اسمه باروندو. ومجموعتنا فيها معلش كرواتيا والمغرب وامريكا، دي مجموعه منتخب مصر. والبطوله بتتلعب في السويد وبولندا. والبطوله دي يا جماعه المنتخب فيه سكواد عالي جدا. لكن احنا افتقدنا في البطوله دي اتنين لعيبه من اهم اللعيبه بتوعنا. اتنين اللي هم بيلعبوا الظهير ايمن اللي هو يعني بيشوط بالشمال. انت عندك كابتن المنتخب اللي هو ابو تريكه كره اليد احمد الاحمر، هيغيب طبعا لانه اعتزل دولي. وده ابو تريكه كره اليد، يعني من اللعيبه اللي فاتح اسمها بركه كمان. اللاعب بقى التاني يحيى خالد، ويحيى خالد ده تقريبا من احسن لعيبه منتخب مصر لم يكن الافضل. يحيى خالد بيلعب برضه في فريق فيس بريم المجري، ولاعب متالق جدا، يعني من افضل لعيبه منتخب مصر. لكن البركه في اللعبه ان شاء الله اللي موجوده مع المدرب باروندو اللي بقاله فتره طويله مع المنتخب. عندنا سكواد برضه كويس مش وحش. انت عندك يحيى وسيف، اخوات الدرع يحيى وسيف. عندنا علي زين، ده علي زين ده بقى أنا اكتر لاعب بعشقه في منتخب مصر. لعب مع برشلونه، خد معاهم دوري ابطال اوروبا، بعيد بقى انه كانش بيلعب اساسي. لكن يا جماعه انت بتاخد فريق الصحراء. بالنسبه برشلونه في كره اليد ده فريق الصحراء، فانه كان بيلعب معاهم، بس مجرد انه يلعب معاهم ده اعجاز مش انجاز. فانا علي زين بالنسبه له افضل لاعب مصري متكامل. ليه بيلعب دفاع وبيلعب هجوم. يعني احمد الاحمر مهاري بس هجومي بس، لكن علي زين بيتفوق عليه ان هو دفاع وهجوم. فانا من عشاق حاجه اسمها علي زين ده في كرة اليد. اكتر لاعب بحبه في مصر في كرة اليد هو علي زين. عندك يحيى وسيف الدرع. عندك احمد هشام دودو، علي المعلق احمد دودو يفي بوعوده، كان من المعلق يعني كابتن. هنرجع بقى للتعليق المعلق الجامد تقريبا اسمه احمد خيري حاجه زي كده، على طول بيطلع افيهات جميله. عندك في الجناح الايمن فيه عندنا اللاعب المحترف محمد سند ومعاه اكرم يسري. عندنا في الجناح الايسر فيه عمر بكار وفيه احمد مؤمن، الاثنين بتوع نادي الزمالك. فعندنا يا جماعه لعيبه كتير برضو ان شاء الله هتسد. لكن هنفتقد بامانه يحيى خالد واحمد الاحمر برضو، ما نقدرش اتنين كانوا من اعمده المنتخب لحد اخر كاس عالم. لكن احنا عندنا وخصوصا دول كمان في نفس المركز يا جماعه، اللعيبه اللي هي بتلعب ظهير ايسر ظهير ايمن اللي هو بيشوط بالشمال. ما هو الظهير الايسر بيلعب يمين يمين فبيسموه ظهير ايمن، لاعب الاشول. فحلو موجود اتنين مكانهم بامانه، وما بعاد عنهم في المستوى. اتنين بتوع الاهلي رغم اهلاويته، بس انا شايفهم بعاد. اللي هو متولي وكمان لاعب برضه بيلعب في نفس المكان من الاهلي برضه الشهاب تقريبا اسمه احمد شهاب. لعيب برضه مش اللي هو الاثنين برضه لسه يا جماعه مش لعيبه ما يجوش حاجه قدام احمد الاحمر. بعاد خالص عن احمد الاحمر واللاعب الثاني اللي هو انا مش متذكر اسمه السائل، اسمه يحيى خالد الصوره يا جماعه عشان بقالي كتير ما شفتش كره يد. فانا بقول لكم المنتخب فيه سكواد عالي. عندك على الدايره واخد ثلاثه، واخد احمد مؤمن، واخد محمد ممدوح هاشم المحترف مع علي زين في فريق الرومان. عندك اللاعب الثالث اللاعب الزمالك اللي احمد مؤمن واحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم، لعيبه الثلاثه واخد ثلاثه على الدايره. عندك في الدفاع بقاله فتره طويله هو المصري. فاحنا عندنا سكواد عالي. واخد في الحراس المرمى عندك كريم هنداوي، عندك محمد علي المحترف في اسبانيا. عندنا اللاعب الثالث بتاع حارس الاهلي حميد، ما خدش المره دي عصام الطيار، وانت شايف برضه الثلاثه هيسدوا. بس احنا هنفتقدوه اكتر واحد هو بامانه كواحد زي احمد الاحمر ككابتن، ويحيى خالد. يحيى خالد ده كان من افضل لعيبه منتخب مصر، من افضل المحترفين هو وعلي زين. لكن هو علي زين رقم واحد بالنسبه لي انا. وفي يحيى الدرعي لاعب تقيل جدا، وفي سيف. فانا شايف منتخب حلو يعني، منتظره كل متابعين كره اليد. النهارده ان شاء الله المباراه ضد كرواتيا هتبقى مباراه جيده جدا ان شاء الله. منتخب يدخل قوي لانه اقوى مباراه لنا هتبقى مباراه كرواتيا في المجموعه. فان شاء الله النهارده يبقى افتتاحيه كويسه، ومباراه الساعه 9:30 اللي حابب يتابعها، ومع منتخب اليد. وان شاء الله اللي هيشرفنا كنا نهايه حالاتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.